من أوائل من أشعل شغف القراءة وأثار الخيال بحروفه وكلماته وتصويره لجيل كامل من مواليد السبعينات والثمانينات وأيضا التسعينات. أطلعنا على المستقبل بجميع تقنياته اليوم. هل كانت مصادفة بحتة؟ أم كان من الذين وهبهم الله نظرة للمستقبل بكل ما فيه من تقنيات وتطور تكنولوجي ووسائل اتصال حديثة، وأيضا بعض تحديات العصر الحديث؟ فقد كان من أهم عناصر تشكيل الوعي والوجدان في تلك الفترة لجيل كامل بشبابه وأطفاله. زرع أخلاق وقيم ومبادئ لجميع التعاملات الإنسانية والاجتماعية حتى بين الأعداء من خلال كلماته وتصويره وأحداث رواياته كلها. دائما كان المتصدر الإنسانية والتحضر والرحمة في التعامل مع الآخر. جعل الشعور بالانتماء للوطن فخر وعزة وحماس في قلوبنا. إنه الدكتور نبيل فاروق رحمه الله. وفي ذكراه الثالثة، من هو الدكتور نبيل فاروق؟ الكاتب والمؤلف المصري. ولد نبيل فاروق رمضان بيومي في 9 فبراير عام 1956 في مدينة طنطا محافظة الغربية بمصر. حصل على بكالوريوس الطب قسم الجراحة عام 1980، وبعد نجاح سلسلتي رجل المستحيل وملف المستقبل اعتزل الدكتور نبيل فاروق مهنة الطب ليتفرغ كلية للكتابة كمهنة رئيسية، وانتقل للعيش بالقاهرة عام 1990. أحب نبيل فاروق رياضة تنس الطاولة، كما كان يشاهد الكثير من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، مفضلاً أفلام الخيال العلمي الراقية والتي تحمل دائماً في طياتها نظرة فلسفية خاصة أو نظرة اجتماعية إنسانية صادقة. اكتسب نبيل فاروق العديد من الأصدقاء والكثير من العلاقات الاجتماعية في مختلف المجالات والمؤسسات الحكومية والطبية والعلمية والأدبية، حتى في إدارة المخابرات المصرية. وفي عالم الكتابة بدأ نبيل فاروق اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، وكان والده يشجعه دائما. بدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية، وانضم إلى جامعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية. وقبل تخرجه من كلية الطب بعام واحد حصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة النبوءة، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000. بدأ التحول الجذري في مسيرة نبيل فاروق الأدبية عام 1984 عندما اشترك بمسابقة المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية، وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت، والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل. في تلك الفترة كانت علاقة نبيل فاروق بإدارة المخابرات المصرية قد توطدت بشكل ما، مما سمح له بمقابلة ضابط مخابرات مصري استوحى واقتبس منه شخصية أدهم صبري في سلسلة رجل المستحيل التي عرفت نجاحا كبيرا في العالم العربي. وفي ذكرى حرب أكتوبر عام 1998 فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى عن قصة جاسوس سيناء، أصغر جاسوس في العالم. وفي فترة لاحقة قام قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة فيرجينيا الأمريكية بإنشاء موقع خاص للدكتور نبيل فاروق. أعماله على سبيل الذكر لا الحصر جميعا: سلسلة رجل المستحيل 160 عدد، آخرها الوداع. سلسلة ملف المستقبل 160 عدد، آخرها نهاية العالم. سلسلة الأعداد الخاصة 33 عدد، كان آخرها بالأبيض والأسود. سلسلة عين في 2 57 عدد، آخرها قضية الدقائق الأخيرة. سلسلة زهور صدر له فيها 30 عدد. سلسلة كوكتيل 2000 51 عدد، آخرها صدمة. سلسلة زوم 11 عدد، آخرها لغز كرة الثلج. سلسلة فارس الأندلس 10 أعداد، آخرها سر الأمير. سلسلة روايات عالمية للجيب صدر له فيها 6 أعداد. أرزاق رواية اجتماعية من 4 أجزاء. سلسلة أوسكار شارك في إصدار العدد الأول منها لعنة التابوت. سلسلة سيف العدالة 6 أعداد، آخرها فوق القمة. سلسلة بانوراما 7 أعداد، آخرها التائه. سلسلة الأعداد الخاصة حرب الجواسيس 11 عدد، آخرها المنشق. إضافة إلى مشاركته في سلسلة فلاش باب شيء من العلم
وبعض السلاسل الناشئة وقتها مثل مغامرات كتاكيتو والعميل 000 وغيرها. المسلسل الإذاعي رجل المستحيل، العملية شبل. المسلسل التلفزيوني العميل 1001. ورحل عنا الدكتور نبيل فاروق في يوم الأربعاء 9 من ديسمبر عام 2020 إثر أزمة قلبية مفاجئة، وقد شيع جثمانه بعد صلاة الظهر في اليوم التالي بجامع طلعت مصطفى بحي الرحاب، ودفن في مدينة القاهرة. رحل عنا ولكن لم يرحل أثره، وعملوا في نفوس وقلوب وذكريات طفولة وشباب في جيل كامل كان يعيش بين سطوره ويتنقل في عوالم مختلفة بأحاسيس مختلفة من رواية لأخرى، بقيم وخلق إنسانية راقية وقويمة وسليمة. وكانت تلك رسالته دائما في جميع كتاباته ومؤلفاته. إعداد وتقديم هند الدالي.